لا يجوز بيع عين الذهب بالذهب. دي النقطة اللي أنا كنت بقول لك عليها في بتوع الذهب، بيقعوا في مشكلة جامدة، اللي هي أنا بروح أقول له خد الذهب القديم ده، خد بالك من النقطة دي، أهو دي عين ذهب أهو. المفروض عليه هو يوزن ويقول لي دول مقدارهم 2000 جنيه، اتفضل ال 2000 هم، وامسك ال 2000 في ايدي، وبعد كده اقول له اديني ذهب جديد. يدا بيد. يدا بيد. انما ما اخدش عين ذهب منك وادي لك عين ذهب تاني وتدفع الفرق، ده ربا. دي مسألة بيقع فيها ناس كتير. كل بتوع الذهب بيقعوا فيه. وصلت ان اروح ابيع له فيقوم يقول لك دول قديم 15 جرام عاملين كذا، اجيب لك جديد كام وتدفع الفرق. لا، كده ما اصبحتش يدا بيد، كده اصبحت عين ذهب قديم بعين ذهب جديد. لا، انا هاجي وازن ويقول لي والله دول عاملين 3000، اقول له ناولني فلوسي، بحيث انه ما يفرضش عليا ان اجيب منه هو. يعني هجيب انا من اي حته، افرض سعرك مش عاجبني ولا عشان انا بعت لك فيبقى انا كده مغصوب ان انا اجيب منه. لا، ناولني فلوسي وبعد كده اقول لك اوزني في نفس الوقت، مش مشكله، ناولني فلوسي واقول لك اوزن لي ده. طب هي مش حرام على التاجر ولا حرام على الزبون؟ على الاثنين. طب الزبون مش فاهم. ها؟ الزبون مش فاهم. يفهم ازاي بقى؟ يفهم. ايه اللي هيفهموه؟ صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا ما كنتش عارف، المفروض التاجر، بغض النظر عنك انت، هقول لك اهو انا ما كنتش عارف. يعني واحد مش يعرف على عم فيصل يعني. بغض النظر عنك انت، التاجر مطالب يعرفه. لا، ما هو التاجر مش عايز يعرف. يبقى التاجر بيشيل الذنب. التاجر بص ده اوصل للنقطه دي. بص يا عم فيصل، بص رفع عن امة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والجهل بالشيء بيرفع عنك العقوبة. الجهل بالشيء بيرفع عنك العقوبة حتى تعلم بها. تمام، يعني اللي قدام منك يعني انت جاهل بحكم مثلا يعني مش عارف ان الخمر حرام. تمام. خلاص مش عليك حاجة لعند لما تعرف، وقت ما تعرف تنتهي، ما انتهتش تتحاسب. تمام. وصلت.